بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على النبي. هنتكلم بقى كده ايه مع بعضينا بعد ما الاهلي خرج من كاس العالم للانديه، وبعد ما هدينا كده وهدينا اعصابنا، وكل الناس اللي عماله تقول حاجات مختلفه عن بعضها، وده طبيعي في الكوره. تعالى بقى نتكلم نرغي مع بعضينا شويه كده على كل اللي حصل في فتره الاهلي في كاس العالم للانديه. اول سؤال بس هتساله لنفسك كده: لحد امتى انا مش هقدر اكسب الفرق الاوروبيه؟ لحد امتى هفضل اقول كلمه التمثيل المشرف سواء على النادي الاهلي او حتى على منتخب مصر؟ يعني انا بكون مقدم اداء كويس جدا، لكن برضو باجي عند حد او عند ليميت معين واقوم نازل عنه. ان انا بكون مقدم ماتش كويس جدا قدام انتر ميامي، ماتش كويس جدا قدام بورتو، واقدر ان انا احقق نتيجه ان انا كنت اصلا في الماتشين دول، مش هقول لك يا سيدي ماتش بالميراس، الماتشين دول كنت اقدر اطلع منهم بالست نقط واكون مرتاح جدا. لكن برضو باجي عند النقط اللي لازم اقع فيها دايما، ومش نقط مختلفه، دي بتبقى النقط هي يا اما قرارات غريبه من اللعيبه، يا اما قرارات انانيه من اللعيبه. يعني تريزيجيه يبقى قبل البطوله يا ميسي انا وانت في الملعب و11 ضد 11 وكلنا لعيبه وكل حاجه، ونقدر نجيب اجيب اجوان واقدر اكسب البطوله. حسين الشحات نفس الكلام، لكن برضو الفعل في الملعب غير. انا بفضل اقول كلام لكن الفعل في الملعب مش موجود. نفسك ان انت ازاي كنت ماسك اللعبه على الفريق ده ولا الفريق ده ولا الفريق ده، حتى بالميراس ان انت اللي هو كسب 2-0، انت كنت ماسك ازاي عليه اللعب لغايه ما جاب فيك الجون الاولاني. وجاب فيك الجون الاولاني من اخطاء ساذجه جدا، اخطاء ما يعني مش فريق يكون في درجه ثالثه اصلا يغلط عالم الانديه نقول لو بس كان حصل كذا، او لو حصل كذا، لو حصل كذا، او بنقول ان التمثيل مشرف وان كويس. مش هنفضل نقول كده كل ما بنقول الجمله دي. طيب ما احنا مش بنتعلم من اخطائنا؟ زي ضربه الجزاء اللي حصلت في ماتش انتر ميامي، زي الكره الخطا اللي اتسببت فينا الهدف الاولاني والثاني قدام بالميراس، زي الاجوان اللي دخلت فينا من بورتو، في سواء تمركز دفاعي ولا تمركز حارس المرمى اللي ما بينطش، اللي بنقول عليه ما بينطش، سواء في الماتشات بتاعت الدوري وماتشات افريقيا. يعني محمد الشناوي كنا بنقول عليه وبنشكر فيه في ماتش بتاع انتر ميامي، في ماتش بتاع بالميراس كنا عاملين نشكر فيه ونقول الدنيا تمام، ما بيديناش فرصه ان احنا نشكر فيه. والماتش اللي بعديه على طول بيخش الاربع تجوان بيكون مسؤول عنه. ما ينفعش برضو يكون عندي لعيب قبل ما اخش كاس العالم للانديه زي حسين الشحات يقول تصريح زي ده ان ايه، ان انا خلاص انا كسبت كل البطولات مع النادي الاهلي وخلاص انا مش محتاج حاجه، انا محتاج ان انا اعيش من غير ضغوطات في الماتشات الجايه. يعني من الاخر انا ايه، همشي من النادي الاهلي بعد كاس العالم للانديه، اروح نادي في الخليج العب ايه، كوره عادي جدا من غير ولا ضغط ولا ضغوطات ولا اي حاجه. ما ينفعش برضو يكون عندي عضو مجلس اداره في النادي الاهلي يكون برضو بيحلل في الاستوديو التحليلي في ماتش للنادي الاهلي. عمرنا ما شفناها اساسا في تاريخ النادي الاهلي عامه، ان احنا نبقى شايفين عضو مجلس اداره بيحلل في ماتش، حتى لو هو حلل ماتش واحد. دلوقتي الماتش ده كان وحش فيه حسين الشحات وتريزيجيه، انت كعضو مجلس اداره ازاي هتتكلم وازاي هتقول ان مش عارف ده كويس وده وحش؟ ازاي؟ بأنهي منطق؟ يعني كنا بنتكلم ده على الانديه للانديه التانيه ونفضل نتكلم عليها وكده، لكن ده عمره ما حصل في النادي الاهلي. يعني كنا مستغربين لما كان محسن صالح موجود في لجنه التخطيط وموجود برضو ايه في البرامج التلفزيونيه. يا جماعه انا مش مقتنع خالص بحته الشوبينج دي، حته الشوبينج اللي طلعت دي واللي هو ايه، يا جماعه حقهم ينبسطوا مش داخله دماغي بصراحه. بأمانة الله يعني حته، يعني انت اصلا يعني مخرجني من البطوله عامه، ومتعادل مع انتر ميامي وخسران من بالميراس وعامل اداء كان وحش جدا قدام بالميراس وبعد كده ليك بعدها بيوم ولا يومين انت نازل تتفسح. مش داخله دماغي، مش داخله العقليه عامه الناس اللي تطلع. اصل ده ماشي، عارف ان هو قرار من ريبيرو وقرار من مدير الكوره اللي نزل معاهم اصلا وكل ده، بس مش داخل دماغي اللي هو يعني ايه يا جماعه شوبينج يا جماعه؟ يعني ايه بجد؟ ما نخلص البطوله. يعني اللي هو يطلع لي يجيب لي حقي في الملعب، هو هات لي حقي منك في الملعب كده والعب لي كويس في الملعب واكسب لي، وانزل يا باشا اتفسح وانزل البيسين وبلبط واعمل كل حاجه، اعمل كل حاجه براحتك. زي مثلا لعيبه مانشستر سيتي كسبت الماتشين نزلت بلبطت والدنيا قشطه وعمالين يتفسحوا وكل حاجه، حقهم. لكن انت ما تكونش مبوظ لي البطوله وعامل لي كميه فرص مهدره وكل ده، وكمان نازل لي هو شوبينج وقشطه ويلا بينا وكل حاجه. انا مش قادر افهم العقليه. المدرب فهم اللعيبه عامله ازاي، المدرب ما كانش فاهم اللعيبه قوي يعني، وده باين في تغيير ديانج اللي في اخر ماتش. شفت ديانج نزل؟ لا هو ولا بدني ولا حاجه، ده ديانج 10 على 10 كان ماسك لك نص الملعب بالظبط. تخيل لو ديانج ده موجود في بالميراس ولا قدام بالميراس ولا انتر ميامي. وشفت برضو التبديله بتاعت بن شرقي، بن شرقي ضيع كتير جدا، بس شفت التبديله بتاعته انه وصل بكام كره على ريبيرو، ان لا انت عندك خط الدفاع كله مضروب، يمين شمال نص في الباك القلب الدفاع كله ضايع. الله هتجيب مين باك شمال؟ هل محمد شكري سيراميكا
والباك اليمين ما خلاص بقى يا جماعه، ما ينفعش محمد هاني يعني. محمد هاني عمل تاريخ مع النادي الاهلي، بس يا جماعه خلاص بقى يا جماعه يعني. يعني خلاص بجد يعني. يعني ولا بيدافع صح، ولا بيهاجم صح، ولا بيسند مع الجناح اللي قدام، ولا بيعمل عرضيات، ولا اي حاجه. يعني الف ب، انا يا سيدي مش عايزك تهاجم ولا تدافع، بس الف ب باك شمال او باك يمين عرضيات. قلب الدفاع اشرف داري يعني كويس جدا وكل حاجه، بس انا زهقت من الكواليتي اللي هو ايه، كواليتي كويس جدا بس بيتصاب كتير قوي. طب انا هستفاد بيك امتى طيب؟ يعني اللي هو داري كل ما نلاقيه كويس نلاقيه اتصاب على طول. طب انا تعبت يعني، انا كمشجع تعبت. يا جماعه لازم خلاص دلوقتي كل الفرق اللي حواليك عندهم باك يمين وباك شمال بيشتركوا في الهجمه. الباك اليمين والباك الشمال بيكونوا جزء اصلا من الخطه، ويكونوا بيهاجموا ويكونوا بيعملوا الاوفرلاب. زي عندك مثلا كان عندك علي معلول بيهاجم، وكان هو من ضمن الاسيستات الكتيره وهو من ضمن الاجوان الكتير وكل حاجه. انا دلوقتي ما عنديش ولا باك يمين كده ولا باك شمال. ان انت كمكاسب ماديا انت داخل البطوله ومشاركه بس 9 مليون ونص دولار، وكتعادل قدام انتر ميامي وقدام بورتو ف 2 مليون دولار، يعني اجماله كله 11 ونص مليون. ميامي انت كويس جدا. هل وسام بعد ما يمشي، علشان وسام خلاص على الانتقالات دي، اول الانتقالات في يناير هيمشي، ده طبيعي ان هو لعيب خلاص عايز يحترف، لعيب بالكواليتي ده عندك يقعد سنه او سنتين وبالطبيعي يحترف. انا لو عليا كمشجع هفضل مقعده في النادي، هعمل له عقد كده لغايه ما تعتزل. من الاخر والله العظيم اللعيب بالكواليتي ده ما ينفعش. يعني اللعيب ده بيعمل كل حاجه في الكوره. ان اديك شفت جمهور الاهلي حواليك في الملعب قد ايه، اديك شفت يعني في 3 ماتشات قدام اي فرقه وفي اي وقت انت عندك شفت جمهور الاهلي جاي لك ومالي لك الملعب قد ايه، وصوت جمهور الاهلي هو اللي ظاهر. جمهور الاهلي وشعبيه جمهور الاهلي مش في مصر بس ولا في الوطن العربي بس، شعبيه الاهلي حرفيا في العالم كله. واديك انت شفت اهو ان شعبيه الاهلي فعلا في العالم. ودلوقتي هيبقى خلاص 18 يوم اجازه او راحه للعيبه وللمدرب للجهاز الفني. بعد كده عندك معسكر. المعسكر اللي هيكون يا اما في النمسا يا اما في اسبانيا، بنسبه كبيره هيبقى في اسبانيا. هيتلعب فيها ماتشين وديين، تشوف بقى اللعيبه على قد ما تقدر وايه، تحط الخطط اللي انت ما تقدر. وكمان في بطوله عربيه هتتلعب في اول البطوله في اول الموسم على شهر 7. هل الاهلي هيشارك فيها ولا لا؟ هيبقى فيها برضو عوائد ماديه كويسه جدا، وهيبقى فيها كل الفرق العربيه. هل الاهلي هيشارك فيها ولا لا؟ وعندك بص من الاخر بقى كده، انا بالسكواد اللي عندي ده، بالعقليه اللي عندي، بكل ده انا محتاج الموسم اللي جاي ما اخسرش بطوله. ومش عايز جمله يا جماعه، يعني بقولها من دلوقتي اهو، مش عايز جمله اجهاد. اجهاد دي لا يا جماعه، لا لا، ما مش عايزين بقى نسمع كلمه اجهاد دي ايا كان بقى مين اللي بيقولها. اصل بقى هنلعب اول 3 ماتشات في الدوري ولا حاجه، لعيب تعمل حاجه، اصل يا جماعه الاجهاد انتوا شفتوا وقت الماتشات وكده. لا 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 لا. انا عايز اطلع بس بره الحته دي كده، مش حاجه اسمها جهاد. تمام، عشان بس لان داخلين كده كل الماتشات اللي داخلين هنكون داخلين احنا ما عندكش ولا سوبر افريقي ولا انتر كونتيننتال. خلاص انت عندك كاس مصر، عندك دوري، عندك سوبر مصري، عندك افريقيا. تركز فيهم، ركز فيهم، نطلع نار في بقنا إيه بالسكواد اللي عندنا ده. احنا فعلا نبلع افريقيا. احنا كنا بنبلع افريقيا بسكواد اقل من كده بكتير جدا، ما بالك بالسكواد اللي عندك ده انت تعمل ايه. بس كل ده برضو رايي في الاول وفي الاخر، راي مشجع في الاول وفي الاخر، ونظره للمشجع يتكلم بيها. لكن في الاول وفي الاخر هيكون هنشوف الاداره والمدرب هيعملوا ايه، وتقول لي رايك ومتفق معايا ايه ومختلف معايا في ايه، وشايف ان الاهلي يقدر يعمل ايه الموسم اللي جاي. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.